ايش تجيب؟ لا واصل نشوف الموالي. ايه يكون احسن. ايه لازم نوقفها، ونحن بما انهم بيجروا بالموضوع لازم نرفعها للنيابه. ما خلص ما دام بيصيروا بدليل انه البنت متزوجه لازم نرفعها على النيابه. لازم ما يجيب وصل، انه يقول يجيب وصل من النفوس ما نقبل وصل ولا دفتر معي. بنحس ان هاي صار عندنا يعني نحن قضايا، شغلنا قضايا زواج قاصرات، يعني شغل المرأة كامل. يعني وين ما يكون عندنا يعني مثلا أعمال برات يعني المركز نطلع يعني نتابع قضايا المرأة كامل. يعني مثلا أي شيء تابع المرأة احنا نمشي بهالأعمال هاي. خلال هالسنة هاي بزواج قاصرات أو تعدد الزوجات أو كل شيء. وحابة شوي أحكي عن وضع المنطقة، وضع منطقتنا ووضع المرأة خاصة هون بهالمنطقة هاي. إنه يعني بالنسبة للوضع يعني أكثر شيء تتضرر المرأة به إنه يجينا قصف من خلال العدو التركي، قصف على الأهالي، على النساء، على الأطفال. ولكن ما حتى لو يعني يجي قصف هاي نحن يعني بشغلنا مستمرين، يعني نروح ونرجع، والرفيقات كلياتنا مع بعضنا ومتابعين شغلنا وأعمالنا، يعني ونشجع المرأة على كل شيء. وحتى يعني شلون صامدين بهالاشياء هاي، يعني ما بدنا نترك منطقتنا. وضع صعب جدا، ولكن يعني ما نقدر نترك بيوتنا واعمالنا ويعني حقوق المرأة كامل احنا نشتغلها، توعية، محاضرات، قضايا، مثلا اي شيء تابع المرأة احنا نشتغله. وبشغلنا يعني جديين، وما نحب نطلع يعني نترك منطقتنا ولا نترك حقوقنا. ونحن هين كل المرأة كامل صامدة بهالشيء هذا. يعني حتى يعني احنا نحس دوامنا بهالمركز هذا قوة بذاتها، قوة بذاتها، انه ما نترك شغلنا وما نترك عملنا. ليش؟ ولا احنا راح ما نخاف من هالشيء هذا، نظل مقاومين لاخير لحظة، يعني مشان اراضينا ومشان بيوتنا ومشان اطفالنا ومشان عملنا. ونشجع المرأة انه يعني نصيحة من اخت انه ما ليش تتركون بيوتهم، نظل مقاومين لحتى ان شاء الله يعني ننتصر. نظل نستنى القضية تجينا، احنا نروح نطلع ونشتغل شغلنا بكل شيء. اي قضية يصير لنا خبر احنا نمشي على رأس عملنا، نحن والرفيقات يعني نروح ونتابع القضية، ولا ما نلقى لها حلول، الا ما يعني كل شيء بشغلنا يعني نطلع. مو الا يكون زرقان احنا قاعدين بمركزنا وفقط زرقان، لا، التابعة المنطقة التابعة للزرقان كلياتها احنا شغلنا قايمين على راس عملنا. هي احنا كله خط الجبهة، اكثر شيء من خط الجبهة. والحمد لله قاعد نسيطر على قضايا كثيرة، ويعني وامرنا قاعد يمشي، يعني شغلنا الحمد لله كثير كويس. عندنا يعني مثل ما تقولين مساعدات، تنسيقات، يعني كل شيء مع المرأة كامل. اي شيء يصير احنا يعني فريق كامل كلياتنا نروح ونشتغل شغلنا. يعني ما يخلى الامر انه بعد هاي حسين كانه شوي شلون من الوضع، ما اعرف يعني هم العالم صارت شلون تتمرد انه بهالوضع هذا يمكن يعني انه ما ظل بي اشياء، اما ما حدا يسال، بس احنا متابعين الشغل. احنا هنا عندنا خاصه بهالمنطقه تخلف كثير، فاحنا يعني ما نقبل. احنا قاعد نسوي توعيه للمراه كامل، لانه الا ما يعني انه مفكرين الزلمه زلمه والمراه مراه، بس احنا ما يعني احنا حركه المراه كامل ما نقبل هالشيء هذا. في من هالشيء بس يعني بمناطق محدده، بمناطق يعني الا ما كل المناطق يعني انه لسه على سيطره الرجال، يعني انه في منها اكثر. هون كدار مراه يعني موقفين على هالشيء هذا، نحاول يعني انه هالذهنيه هاي الذكوريه والسيطره، يعني نحاول ان نوقف هالشيء هذا ونوعي الرجال او بشكل عام، يعني انه ما يصير لهم سيطره على المراه، انه يعني لازم يكون شيء تنظيمي اكثر، مو انه يعني كل شيء يعني يكون عقل متخلف. لازم واحد شلون نوعي احنا هنا كدار مراه وك يعني شغلنا بهالمجال هذا. عندنا قضيه المراه قضيه مهمه، فبدنا يعني شلون نكون
نوصل فكرة للعالم كلياتها إنه قضية المرأة يعني قضية مهمة بهالمجتمع هذا. يعني بدنا إحنا نوصل هالفكرة هاي، إنه المرأة يعني حتى ولو يعني إنه هم بالقديم يعني مفتكرين إنه المرأة يعني مرأة، بس المرأة بيها حقوق، وإحنا دفاع عن المرأة يعني نحاول إنه نوعي الناس إنه المرأة شيء مهم بهالمجتمع. هون النساء كلياتنا مثل الزنجير، يعني متقوين ببعض، متماسكين ببعض، يعني ما شلون اذا هالزنجير يعني فرط راح يروح كل شيء، بس نحن كلياتنا زنجير قوي وراح ننتصر يعني على الوضع هذا.